محمود علاء يستحق اللي بيحصل له من جماهير الاهلي ولا لا؟ محمود علاء ظالم ولا مظلوم؟ نشوفوا الاول الفيديو ده وبعد كده نكملوا كلامنا. ابن النادي محمود علاء أهلاوي. أنا لاوي أنا لاوي. محمود علاء أهلاوي. ايوه هو بيلعب في الاتحاد، وايوه هو بعيد عن نادي الزمالك، وايوه المفروض جماهير الاهلي تخف عليه شويه. لكن يا جماعه السبب الرئيسي اقسم لكم بالله في اللي بيحصل لمحمود علاء هو الصوره اللي انتوا شايفينها قدامكم دلوقتي مع حارس مرمى طنطا. الدنيا دواره يا جماعه، ومحمود علاء ده لازم يبقى درس وعبره لنا كلنا في حياتنا. ما تتنمرش على حد، ما تستهزاش بحد. الدنيا دواره، ممكن تبقى في السماء وفي لحظه تلاقي نفسك في سابع ارض. هو ده اللي بيحصل مع محمود علاء حاليا. محمود علاء كان في الزمالك، اكبر نادي في مصر شعبيه وجماهيريه بعد النادي الاهلي، وكانوا بيلعبوا فريق طنطا الغلبان في الوقت ده، الضعيف اللي تحت خالص. وبعدين محمود علاء جه ضربة جزاء للزمالك، شاط ضربة الجزاء وجابها زي ما كلنا شفنا. بعد ما جابها استهزأ بحارس طنطا بالشكل اللي كلكم شايفينه في الصورة دي. من بعدها محمود علاء ما شافش يوم خير ولا شاف يوم عدل، وتسبب في كوارث وبلاوي وكلكم شايفين اللي بيحصل له. السؤال يا ترى حارس طنطا لما حصل له كده، لما بقى مصدر سخرية على جميع مواصل التواصل الاجتماعي بعد الجون ده من الجميع، من جماهير الزمالك ومن كل الجماهير، وبقى اضحوكه، يا ترى حارس طنطا قال ايه على محمود علاء؟ يا ترى حارس طنطا قال دعا على محمود علاء؟ يا ترى حارس طنطا قال حسبي الله ونعم الوكيل في محمود علاء؟ الدعوه اللي خلت محمود علاء بعدها تحول 180 درجه واصبح مصدر كوارث وهو في الملعب على نادي الزمالك. القضيه ممكن اكبر جون جرح جماهير نادي الزمالك هو السبب فيه. حتى ماتش امبارح اسيست غريب لبيرستاو، الكره تطلع بره في اي حته، لعبها له تاني بدل ما يطلع لعبها له، وبعدين ضيع ضربه جزاء. وجماهير الاهلي شفتوا عملت معاه ايه يا جماعه؟ انا اعتقاد اللي بيحصل ده جزاء وعقاب من ربنا لمحمود علاء على اللي هو عمله مع حارس مرمى طنطا. لازم نتعلم، لازم نخاف، لازم موضوع محمود علاء ده يبقى قدام عيننا طول الوقت. الدنيا 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 ما بتقفش يوم، ما بتثبتش يوم، ممكن تدوس عليك في ثانية. اوعى تظلم حد، اوعى تغلط في حد، اوعى تستهزأ بحد مهما كانت قوتك ومهما كان المكان اللي انت فيه. ربنا ما بيرضاش بالظلم، ربنا ما بيرضاش بالسخرية من الناس. اوعى 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 تخلي عندك في يوم حاجة ان تكبر او انانية. خلي عندك خوف من ربنا، خليك متواضع. اما بالنسبة لموضوع محمود علاء فانا بقول ان يعني خلاص بقى يا جماهير الاهلي، انا اهلاوي متعصب على فكرة، بس كفاية بقى خلاص، نسيبوه في حاله الله يسهله. ده هو خد عقابه وعقاب مشدد من ربنا تاني. الموضوع مش موضوع جماهير الاهلي ومحمود علاء، الموضوع موضوع حارس مرمى طنطا وموضوع علاء. الجزاء من جنس العمل، ولكن كان درس قاسي ودرس شديد من ربنا عشان ما حدش يظلم ضعيف، عشان ما حدش يجي على ضعيف، عشان ما حدش يستهزأ بضعيف. يا محمود علاء الصورتين قدام الناس اهمت وهم اللي يحكموا. رجاء من حضراتكم الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس. شكرا.